شوف انا مدرس برمجه اهو، بقول لك ما تختارش برمجه، بقول لك ما تخشش هندسه خالص. طبيعي دلوقتي بعد ما اخلص الهوك بتاعت اول 3 ثواني دي عشان اضمن انك تكمل الفيديو، اقول لك بقى ما تخشش برمجه لو انت طالب مش شاطر، وافضل بقى اقول لك مميزات تخليك اصلا تبقى عايز تخش برمجه. انا مش هعمل كده بصراحه. انا في الاول والاخر انا نفس اللي قلته في اول يوم، واللي اتقال في السكتش اللي موجود هتلاقيه في فيديو معمول له بين على البيج بتاعتنا تيك توك او فيسبوك. هتلاقيني بقول لك ايه، ان اي مدرس هيقول لك خد مسار كذا اللي فيه مادته، مش بعيب في الراجل. الراجل كده كده بنسبه كبيره بيقول لك مميزات حقيقيه. يعني انا لما اقول لك الطب مميزاته كذا 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 لما تبقى دكتور، هل دي مميزات مش حقيقيه؟ لا، مميزات حقيقيه طبعا. بس هل هي هتناسبك؟ هل لما انا ابقى مثلا مدرس رياده اعمال، وده انا شفته بعيني يعني، يطلع يقول لك مسار هندسه صعب، مسار طب صعب، الدرجات فيها هتبقى عاليه جدا والتنسيق صعب ومرتفع ومش عارف ايه. لا، هو بيقول لك كده يعني. انا عايزك تعدي الكلام على دماغك 3 دقائق. هل اللي بيقول لك كده فعلا خايف على مصلحتك، ولا هو عايزك تفكس للطب وهندسه وتخش رياده اعمال وتختار الماده بتاعته عشان هو راجل يستفاد ماديا؟ ما هو لو ما كانش يستفاد ماديا ما كانش نزل هو اصلا. يعني ما كانش ادى الماده اللي هي لسه نازله جديد. فهو يعني هو زيه زينا مدرسين جداد، ومدرسين البرمجه اللي بيعملوا نفس الجمله اللي يقول لك البرمجه ده المستقبل ده مش عارف ايه. يا عم انا مش، يا عم الطب ما ماتش، الهندسه ما ماتتش، الاداب بالمناسبه والفنون والتجاره كل دول ما ماتوش. فمفيش كليه مفيش كليه اسمها كليه قمه، دي حقيقه. مفيش حاجه اسمها المسار ده اللي هيعمل لي فلوس والمسار ده مش هيعمل لي فلوس، مفيش الكلام ده. اللي يقدر يحدد ده ايه؟ الترم ده والاسبوع ده بالاخص، انت اللي تقدر تقرر انت هتخش انهي مسار فيهم. ازاي تقدر تقرر ده؟ انت فرضنا ان انت ذاكرت بما يرضي الله ماده فلانيه، قول مثلا ذاكرت بما يرضي الله الماث الرياضه، ودخلت امتحان الرياضه لقيت نفسك مش عارف تحل خالص، وانت عارف ان ده اخرك في الرياضه وانت مش مستريح مش مبسوط في الرياضه، ومش عارف تجيب فيها درجات كويسه، فانت خلاص من هنا تتاكد ان الرياضه دي مش مكانك مش طريقك. لا، انا اختار مسار ما فيهوش رياضه. او العكس، جه امتحان صعب جدا في العلوم المتكامله مثلا، في جزء الاحياء بتاعه، لان اغلب العلوم المتكامله احياء دلوقتي. فجه جزء الاحياء الناس كلها بتشتكي من الامتحان، وانت لقيت يا جدعان إيه الهبل اللي انتوا بتتكلموا فيه ده الامتحان سهل جدا وعرفت احل. خلاص انت عرفت ان مسار طب ده كويس وتقدر تجيب فيه تقدير كويس ونتيجه كويسه. حتى لو مش تخش طب، حتى لو تخش الكليات اللي هي اقل شويه اللي موجوده في باقي المسارات، بس انت كنت ممكن ما تعرفش تخشها في باقي المسارات التانيه، فاهمني؟ فانت اللي تقدر تحدد الاسبوع ده ايه المسار اللي تقدر تجيب فيه درجات كويسه. ما تسمعش المدرسين. اي مدرس هيقول لك خش برمجه او ما تخشش برمجه عشان برمجه محتاج طالب شاطر ومتفوق وخايف على مستقبله. هل انت يعني ما هتقول له لا وانما انا مش خايف على مستقبلي؟ فاهم؟ اي حد يقول لك في السكه دي فكك منه، هتلاقي مدرس الماده اللي هو بيروج له. انا عايزك ايه؟ انا عايزك لما انا مش عايز استفاد، انا مش عايز طلبه يخش برمجه. لا، انا عايز طالب يخش برمجه بس يخش وهو ضامن ان البرمجه دي مناسبه ليه هو. هو اللي قرر بدماغه هو ان البرمجه دي كويسه، هيساعدني وهيساعد نفسه ان احنا نعدي سنه ان شاء الله كويسه، ودرجات الناس تبقى كويسه. ربنا يوفقهم ويوفقنا انا معاهم، وتركزوا ان شاء الله في الاسبوع اللي جاي ولا ليله الامتحان بتاعتكم تركزوا كويس قوي عشان تقدروا تقرروا اهم قرار في مسيرتكم. عشان اللي هينطبق عليه سنتين جايين هو اللي هينطبق عليه الكليه اللي انت تخشها، هو اللي هينطبق عليه ان شاء الله الكارير بتاعك في